ديال الجميع. فيما يخص بغيت نتكلم على واحد القضيه اللي هي قضيه تثقيف السن اللي جات بها هذه الحكومه، فهذه الحكومه ديال اخ النوش ووزير التعليم. وزير التحريم ماشي وزير التعليم، حاشا واش يكون وزير التعليم، هذاك وزير التحريم. هذه القضيه الاخوان ديال 30 سنه قانون، قضيه اللي هي قانون اللا دستوري. يعني 30 سنه راه ما تينصش على الدستور. الدستور كينص على 45 سنه. يعني الاخوان، كتشوفوا معايا جميع المباريات ولاو الحد ديالهم 30 سنه. يعني جات هذه الحكومه باش تقصي واحد العدد كبير من الطلبه، وكذلك الاخوان اللي عندهم اجازه اساسيه يعني ولا عندهم الانتقاء. دونك من هنا ل 2025 الماكسيموم غيكون واحد ليفيكتيف كبير ديال ولاد لينيس بعد علوم التربيه. الو هنا صحاب الاجازه الاساسيه ما غاديش تبقى مقبوله. دونك اشنو المصير ديال هذه الاجازه الاساسيه اللي غادي يقرا 4 سنين ولا 5 سنين في لافاك وفي الاخر غيتقسم من مباريات التعليم؟ اشنا هو المصير ديالو الاخوان؟ كاين اللي غادي يقول لي مثلا راني كاين شي مباراه اخرى، كاين شي حاجه اخرى. راه ما عندكش شي مباراه اخرى سيرتو. يعني راه مباريات ديال ولاد الشعب، راه هي مباريات التعليم، راه هي اللي كاينه بزاف. اما الشيء الاخر راه ما. انا كنتسائل غير مع نفسي، كنقول واش هذا ولد اللي عنده 30 سنه 31 سنه واش ما بقاش ما كينضمش للفئه ديال الشباب، ولا كينضم للفئه ديال الشياب؟ الله اعلم. واقيلا ما بقاش شاب ولا شي من الشياب ربما على ما اظن. الاخوان هذه راه مازال هذه في حقنا، والله الا مازال هذه في حق المعطلين وفي حق الشباب اللي تجاوزوا 30 سنه. هذه راه مازال هذه راه ما خصنا نسكتوا عليها هذه. ما يمكنش تقصيني انت من هذه المباراه وانا حقي وتقصيني منها. اعطيني المصير، اعطيني البديل. الا غتقصيني انت من هذه المباراه اعطيني البديل، اعطيني فرص شغل. حتى فرص الشغل ما كاينينش، كاينه فقط هاد المباراه ديال حتى هي هاد المباريات التعليم اللي هي مباراه ديال اش ديال دوك حتى هي غير كدير بها البطاله، غير كتحارب بها البطاله. ما كاين حتى فيها حتى شي معنى. غير المهم كتحارب بهذاك البطاله كتستقر، كتصور منها واحد المعاش ديالك. لا يعقل الاخوان انك 30 سنه واحد 30 17 تقسم هذه المباراه، لا يعقل. حاولوا توعوا الاخوان وحاولوا توعوا بالحق ديالكم. راه حقكم هذاك، ما يمكنش تنازل عليه نتايا ولا انا ولا حقي هذاك ما خاصنيش نسكت عليه. نعم. كيقول لك، يعني التعليم كيبغي واحد الاطر اللي هي واحد الكاف، يكون واحد الاستاذ كفء باش يقري هذا التلاميذ هذا. ماشي النقطة هي المعيار الأساسي. راه ممكن يكون كاين اختلاف بين الكليات. كاين بين الكليات اللي تيكون الامتحان ديالها سهل جدا، وكاين الكليات تيكون الامتحان ديالها صعب، سيرتو كلية العلوم. راه الأغلبية، راه 75% في كلية العلوم كتلقى عنده إجازة ب 11 ولا ب 10. راه لا يعقل الإخوان أنك تقول لي إجازة غادي تجيبها بواحد 13 ولا 14. فهنا وكاينه واحد قضيه اخرى. مثلا غادي يمشي لافاك، غادي ياخذ شحال، غادي يقبض الاجازه على 24 سنه، والمباراه غتحبس ليه في 29 سنه. شحال بقى عنده قدامه؟ 5 سنين. يعني 5 سنين صافي، جابها ما جابهاش الله يعاون. راه ماشي كاين غير انت. اسمع اخي الطالب، اخي المعطل، اسمع علاش تقرا. ماشي عندك غير 5 سنين، كاين غير انت صافي. راه غدوز العام الاول، غدوز اللي ممكن العام الاول، العام الثاني، العام الثالث ما تدوش، وغتسدوا الابواب في وجهك. لذلك هذا النظام الاساسي اللي جا به هذا القانون هذا ما يمكنش يدوز علينا، وما يمكنش وحدين اخرين ينجحوا يدوزوا على الجثث ديالنا حنا ويمروا ينجحوا لمباريات التعليم. هاد المهزله هذه خاصنا نوقفوها على حدها. نناشد جميع الاخوان يقوموا بالتنسيقيات، ويكون حل يكون الحل هاد المعطلين. شنو هو المصير ديالي انايا ولا انت؟ ولا شنو المصير ديالك الاخ الكريم؟ قريتي حتى عييتي شنو غدير؟ قادر تخدم؟ قادر تهز الصندوق؟ ورا الناس هنايا، الناس مساكن باغي يخدموا ما لقاوش خدمه. ما بالك انت اللي يلاه جيتي باغي تخدم؟ فاش غتخدم؟ كيقول لك الشباب وباغي نعاونوا الشباب. أش- اشنو؟ بلا ما تبقاو ديروا ديك الجمعيات ديال الشباب ولا هاد الجمعيه، راه ما كنتفقش مع ديال الشباب ونناشد الشباب ونديروا للشباب. لا علاقه لها بالواقع ديالنا حنايا.
بلا ما نبقاو تضحكوا على الشباب. لذلك انا ناشد الاخوان، الله يجزيكم بخير الاخوان، هذه المباراه ما تمرش على الجدد ديالنا حنا. خاصنا نناضلوا، خاصنا نطالبوا بالحق ديالنا، بغينا الحق ديالنا نشدوه. الحق ديالنا هذه المباراه ما تبقاش في 30 سنه. هاد تسقيف السن خاصو يتلغى، ما يبقاش الاخوان. وتحيه نضاليه للجميع.